بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر لكم إخواني وأخواتي الأعزاء من مواقف ثبات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وهم خاصة من الشباب. فنذكر مواقف العزيمة والثبات عند شباب دخل الإيمان في قلوبهم فلم يأبهوا على أي جنب ماتوا في سبيل الله. فهذا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه دخل على ملك الروم فرأى أجسام المؤمنين وهي تغلي في القدور، فقال الملك: تعود عن دينك ولك نصف ملكي. فقال له رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك على أن أعود طرفة عين ما فعلت. وها هو حبيب ابن زيد رضي الله عنه يأتي إلى مسيلمة الكذاب فيطلب منه مسيلمة أن يعود عن دينه، فيأبى، فيقطع منه قطعة من لحمه وتقع على الأرض، فيأبى، فيقطع قطعة ثانية فيأبى، وثالثة، حتى يقطع جسمه كله. وكلنا يذكر خبيب ابن عدي رضي الله عنه وهو يرفع على المشنقة ويقول له أبو سفيان: أتريد يا حبيب أن محمدا مكانك؟ قال: والذي نفسي بيده ما أريد أني في أهلي وفي مالي، وأن محمدا يصاب بشوكة من الشوك صلى الله عليه وسلم. ويقف وهو يردد ذلك البيت الشهير: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اقتطفت لكم هذه الكلمات الجميلة من كتاب همسة في أذن شاب للدكتور حسان شمسي باشا، وشكرا.